تخيل ان القناه دي وصلت ل 24 مليون مشاهده بمحتوى عن القطط بفيديوهات طويله بتوصل ل 8 دقايق، ولسه بادئه من شهرين حرفيا. والقناه مفعله الربح وعملت اكتر من 55,000 دولار، لكن مش دي القناه الوحيده. القناه دي كمان عملت اكتر من 43,000 دولار ولسه بادئه من شهرين برضه، ده غير بقى قنوات كتير جدا. فانا بقى قررت اعمل قناه يوتيوب عن نفس المجال لمده 7 ايام بضغطه زر واحده، واشوف النتيجه هتكون عامله ازاي. ولكن كالعاده محتاج اعمل حاجات معينه، واول حاجه هي عمل القناه. فعملت انشاء قناه جديده وسميتها الاسم ده، لكن بعدها دخلت الكانفا عشان اعمل لوجو. انا مش عارف اللي انا بعمله ده. فكتبت لوجو للقطط، وبعدها اخترت اللوجو ده وحطيت اسم القناه، وبكده اكون عملت اللوجو. لكن بقى عشان اقدر اعمل فيديوهات زي دي، فانا الصراحه بقى محتاج وقت كبير جدا عشان اعمل حاجه زي كده. بس لقيت موقع جديد هيعمل كل حاجه بضغطه زر واحده، وليه كمان تطبيق على الاندرويد والايفون وموقع خاص بيه. فانا بقى الاول هجربه على الموقع، وبعد كده هبدا اعمله على الموبايل. فاولا دخلت على الموقع ده، اولا بقى نخش على الموقع ده وهسيبه في كل رابط في الوصف. هضغط هنا على ترايت ناو، وبعدها بقى لقيت فيه كل حاجه، كل الاسترات اللي انا عايزها، سواء بقى ايه للقطط او اي محتوى ايا كان بقى فايرال ولا حاجه. ولكن اولا عشان اخش لازم اعمل تسجيل دخول بجوجل او اي ايميل عموما. فدخلت فوق على هنا على اليمين، وبعدها بقى بدات اعمل ايميل. فدخلت هنا على ساين ان ويز جوجل. دلوقتي بقى بعد ما عملت التسجيل دخول، اولا بقى اهم محتوى عايزين نعمله هو محتوى القطط. فاصلا هنا في خانه كده اللي هي خاصه ايه بالقطط، اللي هو كات فيديو. فضغطت عليها ودخلني بقى زي ما انتم شايفين للواجهه الخاصه بالقطط بس. فاولا بقى ضغطت هنا على 9 في 16 اللي هو مقاس الشورتس وستايل الفيديو. وطبعا هنا في طريقتين، يا اما احط السكريبت اللي انا عملته مثلا من شات جي بي تي، او هو اللي يعمله لي يعني. وطبعا قبل ما يعمله لازم يخلي بالي من حاجه مهمه، وهنا كلمه اللغه العربيه. طبعا انت عندك هنا بقى كل اللغات اللي انت عايزها، سواء انت عايز تعمل مثلا محتوى اجنبي او محتوى عربي. فانا هخليه بقى بمحتوى العربي، وبعدها بدات اعمل جنريت. طبعا بياخد مني 5 كوين بالظبط، او 5 عملات، وانت كده كده بيجي لك عملات مجانيه يعني. طبعا زي ما انتم شايفين بقى هنا بقى في تريكات كده، تريكات معينه هقول لك عليها عشان تقدر تعمل مشاهده. اولا انت عندك هنا محتوى التعديل، او مثلا تضيف مثلا خارج يعني مشهد جديد، او تحسب المشهد ده. فانا هضغط هنا على تعديل واكتب مثلا شيل دي، واخلي بس الكلمتين دول، يعني خليها باللغه العربيه الايه العاميه مش الفصحى. انا كده عدلت بس كلام باللغه العاميه وظبطته شويه. اولا بقى هعمل بقى جنريت فيديو. طبعا بيقعد تقريبا 5 دقايق. وطبعا بقى الجامد في الموضوع ان انا مش هستعمل بس الموقع، انا هستعمل الموقع وكمان التطبيق اللي على الموبايل، واشوف فعلا بعد 7 ايام هل اقدر اعمل مشاهده ولا لا. عمل لي صور جاهزه بالذكاء الاصطناعي وكل حاجه حرفيا. لكن بقى اولا في كده تريكات لازم اعملها. واولا انت عندك هنا في حاجات على اليمين اللي هي اولا الفونت اللي هو الكلام اللي بيظهر، انا عايز اخفيه. فاضغط هنا ايه على الاخفاء، او ممكن اعدله واخلي مثلا كلمتين معينه. لكن انا عايز اخفي كلام لانه بيكون شكله وحش الصراحه. وبعدها بخش على الميوزك. طبعا انت بقى في موسيقى كتير، لكن اول موسيقى دي اوعى تستعملها لان دي فيها حقوق تبع النشر. لكن الموسيقى دي جامده. طبعا في كل الاصوات اللي انت عايزها، حرفيا اصوات كتير جدا يا جدعان. لكن بقى اكتر واهم صوت انا استعملته لحد دلوقتي هو الخاص بهيثم. بقول لك ايه، اكيد انتوا عارفينه. انا مصدع. وعملت ابلاي. طبعا بيعمل بس كده ايه كده انا خلصت. اخش بقى على الفيجوال. طبعا مثلا لو الصوره دي مش عجباني ممكن اعملها ايه ان هو يعمل صوره تاني، او ممكن مثلا اروح حاطط اللي هو البرومبت المعين عشان يعمل صوره جاهزه معينه بالستايل بتاعي. غير كده بقى هنا عايز احول الصور دي لفيديو، ودي بقى اكتر حاجه مهمه انا بالنسبه لي عايز اعملها. فاعمل هنا دي تحويل لفيديو. طبعا بقى انا جربت احول كل الصور دي لفيديوهات، وبعدها هصبر شويه، وبعد كده هعمل ايه بقى اكسبورت، وابدا انزل الفيديو ان شاء الله. نيجي بقى بعد كده نعمل اكسبورت. هنا بقى اسمي اسم الملف. وطبعا هنا انت عندك هنا خيارين، يا اما يعمل تحميل تلقائي اول ما يخلص، وانه يشيل علامه مائيه. هعمل اكسبورت. تمام، دلوقتي اخيرا الفيديو خلص وتم التحميل تلقائي. كان في قط صغير عايش مع امه في بيت قديم، لكن في يوم الزومبي هاجم المدينه. امه تحوله لزومبي، وبالرغم من ده كانت بتحب ابنها مشمش. كانت تحميه من الزومبي التانيين وبتهاجمهم بجرأة، وكان مشمش بيستخبي. كل مرة الزومبي بيهاجم عليه كانت بتحميه. مع مرور الوقت مشمش اتعلم إن الحب يمكن إن يتجاوز حتى أكتر الظروف، وإن والدته هتفضل تحبه على طول. متنساش اللايك والاشتراك. تلقائي كده نزلت الفيديو. انزل بقى تحت كده بسم الله نعمل نشر. واول فيديو وصل الحمد لله ل 1400 مشاهده، ونزلت الفيديو الثاني ووصل ل 1600 مشاهده. لكن بقى ساعتها قررت ان اعمل فيديوهات شورتس عن طريق الموبايل لانها هتكون اسهل معايا. فدخلت على جوجل بلاي او اب ستور عادي على حسب الموبايل اللي معاك، وبحثت عن التطبيق ده، والرابط ده هتلاقيه في الوصف. حملته بعدها وعملت تسجيل دخول بالايميل اللي انا عملته على الموقع. فبدات اختار الفيديوهات القطط، وحطيت فكره الفيديو اللي كانت بسيطه جدا، وعملت اوكي. عملت الفيديو وعدلت الصوت ولغيت الكتابه في الفيديو، وبعدها قررت احول كل
كل الصور لفيديو، وبعد دقيقه حرفيا بالظبط الفيديو اتعمل. بس بقى ساعتها قررت انشره على الانستجرام كتجربه يعني. لكن بقى في نفس الوقت الفيديو الثالث على اليوتيوب وصل ل 1300 مشاهده، والفيديو الرابع وصل ل 21000 مشاهده في يوم واحد يا جدعان. فقررت ساعتها على طول ان اعمل فيديوهات طويله من نفس الموقع، فمشيت على نفس الخطوات، ولكن ضغطت هنا عشان اقدر احط السكريبت بتاعي، ودخلت على شات جي بي تي عشان يعمل سكريبت طويل، وقلت له اعمل سكريبت طويل لفيديو عن قطه وعيلته بيتم التنمر عليهم، ولكن بيقرر انه يعمل مشروع ويكون غني. وحطيت السكريبت وعمل حرفيا فيديو اكتر من 3 دقايق، وكل ما انت تطول السكريبت كل يعمل فيديو طويل اكتر. حركت كل الصور لفيديو وغيرت الصوت كالعاده وعملت اكسبورت، لكن ساعتها قعد معايا تقريبا 10 دقايق تقريبا يعني. وبعد حرفيا 7 ايام وصلت الحمد لله ل 100 مشترك و26000 مشاهده. فخش على رابط الفيديو وابدا اعمل فيديوهات سواء من الموبايل او الجهاز. وشكرا على المشاهده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وسلام.